من شبكة أريبة. حيدر حيدر أريبة، مرحبا. مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل معك عارف. إذا ممكن حبيبي عندي سؤال. تفضل. عندي سيم كارت أبو الخاشوق أريد أشغله ببيتنا يصير؟ عفوا؟ أقول لك سيم كارت أبو الخاشوق أريد أشغله ببيتنا. أنا من العراق. تمام، بس عفوا إيه. شو سؤال حضرتك؟ الموزع سعيد زعلان أبو تشمبر باع لي إياه، قال لي يشتغلوا بحمص لأن شبكتهم مو كلش تفتهم. ما أعرف هو قال لي بطاقتك تمثلت لأن الوضع عاوي. يعني قاضي. تمام. يعني ايه، يعني السيم كارت مالتي يعني مثل ظلي مسلوع. اول ما نزلت شرد يقول لي قبل القمش لا يطيح، ما اعرف ليش. هو السكين على نفس الخط اللي حضرتك عم تحاكيني منه؟ لا مو هذا. انا خليت له دوامه بس ماكو فايده. حطيت له عنبه شو صار ملعوص. على غير خط؟ ايه حتى قد عم تحطه ايه. بالخط شو عم يعطي؟ لا باع اول ما اخليه يطلع لي واحد يقول لي قبل القمش لا يطيح. تفضل تعطيني الرقم؟ ها؟ تعطيني الرقم؟ شنو الرقم؟ الرقم الثاني، رقم الشريحة. الرقم الثاني مال اسيا سيل. هو ابو تشمبر قال لي يشتغل بحمص لان شبكتهم مو كلش تفتهم. لا سيدي كريم، بيشتغل كل الشبكات، ما بصير. يعني مال اسيا سيال، يعني مال العراق يشتغل عندكم بحمص؟ يعني هي عراقية الشريحة اللي مع حضرتك؟ ايه الشريحة عراقية. والله حضرتك سيدي كريم لازم تتصل بمركز خدمة زبائن العراق مشان يساعدوك. لا مختلف، لان هاي البطاقة مالتي تمثلت الوضع مالتها كلش عاوي. تمام، وبالتالي حضرتك لازم تتصل سيدي كريم شركة الاتصالات عراقنا، وهي اللي بتساعدك في هذا الامر. مو عراقي، مو باوع، مو من جبت الجدر خليت له دومه ماكو فايدة. حط ايش قد ما خلي عنبه يقوم يلعوص. ما اعرف قاعد تفتهم علي لو شلون. هو سيدي كريم ما فهم مع حضرتك. اقول لك الدوم خليت لها عنبه قام يلعوص قاعد يا الله شلون يا الله. اريد واحد يترجم، ما دا اعرف شلون. طيب هو سيدي كريم ممكن يعني حضرتك تعطي الهاتف لشخص ثاني يكون معك سوري هو يقدر يساعدك في هذا الامر. لا ما السوري ما اعرف. طيب ما في مشكلة سيدي كريم، انا ما فهم اوكي اخي، هسه اخلي له عنبه بعد العوصه بالزايد، وان شاء الله اتصل بيك بعد. اي سؤال ثاني؟ لا العفو، سؤال ثاني. اخي اخر سؤال. الوضع مالته عاوي. ابو تشمبر قال لي يشتغل بحمص راسا. تمام، هو سيدي كريم مثل ذكرت لحضرتك انا ما افهم حاليا حضرتك، ممكن بس نأجل حتى السؤال ثاني للمره القادمه. ما اعرف. هسه اخلي بالخاشوقه شويه دومه وعنبه، وان شاء الله اتصل بيك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا.